اتضايقت من التوظيف قوي. ايه؟ اتضايقت من التوظيف. زي ما كل الناس مش سعيدة في حياتها، مش كل الناس سعيدة في شغلها. ايه اكتر اسباب تخلي الموظف يستقيل؟ هل لأنهم طلبوا حاجة مش من حقهم، اي موظف مهما كان راضي عن مرتبه دلوقتي بالكتير بعد 6 شهور هيفكر ان هو محتاج زياده. ولا عشان مش من حق حد يعمل فيهم كده؟ عرفنا ان في ستريس وان له مرحله معينه بيبقى هيلسي وبيزود الاداء. لا يكونوا بيلعبوا بيهم. طبعا كلنا عارفين لعبه الكراسي الموسيقيه، اللعبه دي موجوده في البيزنس بشكل كبير. أصل مش كل حاجة في الشغل هتعرفها لوحدك، هو انا ينفع ادير مديري؟ ينفع. ولازم تحسب أي خطوة قبل أي شغل. هنتكلم النهارده عن نوع من انواع المودرن انترفيو، السيتويشن بيزد انترفيو. تبقى عارف أنواع المديرين اللي هتشتغل معاهم، وتبقى عارف أنواع الموظفين اللي هيبقوا زمايلك. كل ده مرينا بيه مع بعض أول سيزون ولسه مكملين معاك. خلال رحلتي المهنيه لقيت ناس كتير وهي بتشتغل بتقابلهم مواقف اتحولت بعدها لمشكلات كبيره، بس في الاصل بتكون حلولها بسيطه، بالذات لو حد وجههم من اولها. عارفين انت محتاج ايه بالظبط، لان تاخير التوجيه ممكن يضر مشوارك المهني كله. ومحتاج ده لايه وامتى. ومن هنا جه هدفي ان اعمل محتوى خاص بالبزنس. في السيزون الجديد حبينا نتكلم في مواضيع تهمك اكتر، زي انواع الشركات والاجتماعات والايميلات وازاي تتعامل معاهم، ومواضيع تانية في البيزنس ما بتخلصش. واهم حاجه تستفيد من الحالات اللي بنستعرضها عشان تطور من نفسك. وعشان مصلحتك تهمنا، تابعنا في السيزون التالي مع دكتور سيد فكري.